بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. معاكم بدر الدكتور من التركي المنصورة. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنشرح إزاي تفك الفلاشة بتاعة فودافون اللي هي هواي، اللي بتيجي فيها واي فاي، اللي هي بالمنظر ده أو الشكل ده. دي فلاشة بتيجي مع فودافون يا جماعة، بتفتح صفحة إنترنت. طيب إيه المطلوب عشان نفك الفلاشة تشتغل على أي شريحة أو أي شركة تانية غير فودافون شغالة اتصالات أو شغالة موبينيل؟ كل اللي نعمله هنفك الغطا اللي في الظهر بتاع الفلاشة. هيجي لنا الام يو بتاعها حوالي 15 رقم. هناخد ال 15 رقم دول نحطهم مثلا في ملف تكست يا جماعة، ونفتح الموقع اللي انا هسيبه لكم ده تحت شرح الفيديو، ونكتب ال 15 رقم اللي في ظهر الفلاشة اللي هو الام يو بتاعها، نكتبه في الموقع او في المربع ده، ونعمل له ده ونقول له انتر. الموقع هيجيب لنا يا جماعة ان شاء الله 3 مراحل تشفير: المرحلة الأولى، المرحلة التانية، المرحلة التالتة. وجاب لك الإيميل بتاعك اهوت ورقم الفلاش بتاعت نفسها. هناخد الكلام ده كله كده بالظبط كوبي ونحطه في ملف تكست. كل اللي نعمله بعد كده إن شاء الله هنجيب الشريحة اللي احنا عايزين نفتحها غير فودافون. هنحط مثلا فرضا اتصالات، أنا كنت فكيتها يا جماعة وهوريكم المنظر العام بتاعها. أنا ركبت الفلاشة حاليا، هفصل الإنترنت تمام، وهنشغل الفلاشة اهو كده. الفلاشة اشتغلت يا جماعة اهي. هنفتح المتصفح بتاعها 92.168. هي بتفتح هنا على نفسها، مكتوب هنا اهو 8.1. تمام كده يا جماعة اهي الفلاشة فودافون مبروك عليكم، قالك بقت اتصالات. طبعا اول ما يجي الكلام ده هي طبعا اتفكت عندي يا جماعة، ببين لكم ان هي اتفكت خلاص. طيب ايه اللي هيحصل بعد ما اخد الارقام ديت؟ هيجي لي هنا انه يقول لي ان مفيش، مش شغاله وعايزه كود. هنيجي احنا في الموقع هنا ان يقول لك دخل الكود وقدامك 10 محاولات. بعد ال10 محاولات الفلاشه بتتقفل، فاكون حذر جدا ان انا هاجي في اول محاوله اخد دي كوبي واقول له بسط اوكي، هيقول لي خطا، اخد التانية كوبي بسط، وهيقول لي خطا، اخد التالتة كوبي، وهيفتح لي الفلاشه ان شاء الله وتبقى بالمنظر ده. تمام كده يا جماعة، هتبقى بالمنظر ده. اعمل بقى اعداد الاتصال زي انا كنت فاتح، او انا زي مسماها عندي، اللي هو الدخول بتاعك عادي جدا اللي انت مسجل بيه الفلاشة. انا كنت كاتب ادمن زي ما انت مسجل، تدخل بيه. طالما عدت كده يا جماعة الفلاشة معايا، يبقى كده الفلاشة ايه، شغالة. نشوف بقى احنا الفي بي اي بتاعت الاتصال. هو بيقول لي هنا فودافون، هضطر انا اعدل بتاعت اتصالات، يعني مش هسيبها فودافون، هعدل نقطة الوصول بتاعتي لبتاعة اتصالات. اخش افتح موقع انترنت واجيب نقطة الوصول بتاعة اتصالات ايه واكتبها مكان دي، او اعمل وضع جديد واضيف بتاعة اتصالات واثبتها عليها خالص واشتغل معايا ان شاء الله بتاعة اتصالات او بتاعة موبينيل، زي ما يكون نوع الشريحة او البرج اللي شغالة بيه. نقطة الوصول بتاعته هتكون ايه، زيها زي بتاعة فودافون. كل اللي اعمله هغير نقطة الوصول واعمل وضع جديد واسجل الوضع الجديد واكتب اسم مستخدم المرور زي ما انا عايز، واكتب وضع نقطة الوصول بين، واكتب نص بتاعة اتصالات او موبينيل دوت كذا زي ما تسجلها عندك، او زي ما تجيبها على الانترنت بتاع الموقع بتاع الشركة انت تعمل معاها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.